السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية. ما اظنش في حد ما يعرفش اغلاق كل فروع بلبن في مصر. في يومين ثلاثة كل الفروع بتاعت بلبن والمحلات الملحقة بنفس الشركة. بنتحدث عن عدد كبير من المحلات، وقعدت الناس تضرب أخماس في أسداس. إيه الحكاية؟ إيه الموضوع؟ طبعا الحكايات للسقف. يعني لو عايز إيه التفسير لغلق بلبن هتلقى تفسيرات واصلة للسقف، لغاية أما حصل شيء يعني جيد وعظيم، إنه هيئة سلام كبيرة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن إغلاق سلسلة محلات بلبن في مختلف محافظات الجمهورية، وكمان أعقبها إغلاق لسلسلة محلات وهمي وبهيج وكنافة وبسبوسة وعم شلتت وكرم الشام. وإحنا بدورنا نزلنا الشارع عشان نتحقق من إيه اللي حصل وإيه هي أسباب الإغلاق. الحكاية بدأت يوم 16 إبريل 2025 بقرار من محافظة الجيزة بإغلاق 8 فروع من مجموعة بلبن و4 فروع من محلات بلين بأحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق ومبابة واكتوبر وزايد والحوامدية والبدرشين. وكان سبب الإغلاق في البيان عدم الحصول على التراخيص اللازمة. وخلال جولتنا لمتابعة المحلات اللي تم إغلاقها لقينا بيان من وزارة الإسكان متعلق على أبواب أحد المحلات بقرار الإغلاق الإداري بسبب مزاولة النشاط بدون ترخيص. مش عارف والله، أنا قريت على السوشيال ميديا إن في 11 فرع اتقفلوا في القاهرة والجيزة كان بسبب بلاغ في شبهة تسمم أو حاجة زي كده. والله بص، أنا أعتقد الموضوع هو مش ملوش علاقة خالص بالتسمم والكلام ده، هو له علاقة بحاجة تانية إحنا ما نعرفهاش. أنا حاسة إن ممكن يكون في ناس مش حابة نجاح بلبن الفترة دي، فممكن يكونوا بيقدموا بلاغات عليه. معرفش هو في هجوم عليه، ممكن يكون اللي هو ناجح بس مش اكتر. ده عشان صدروا حاجات تقريبا فاسده حاجه كده مش عارف. وتواصلنا مع مسؤولي إدارة بلبن ورحنا نسجل مع عضو مجلس إدارة مجموعة بلبن لمعرفة أسباب الغلق وحقيقة ما يثار على السوشيال ميديا. في إجراءات في قانونية بتاخد وقت طويل بتتعمل. الإجراءات ديت احنا ابتدينا فيها من زمان جدا، معانا عشرات التراخيص لمحلاتنا. بنتواصل طبعا مع كل الجهات ان احنا نعملها، من ده امر طبيعي. الاوراق ديت في بعض المحلات كامله وبعض المحلات احنا مقدمين فيها في جهاز المشروعات ومقدمين فيها في كل الجهات الرسميه، سواء محليات سواء احياء. يعني الحمد لله بقى لنا 4 سنين، والاربع سنين بتقول ان احنا مش صغيرين في السوق المصري او في السوق العربي بفضل بشكل عام. في بعض الفروع اتقفلت وهي مرخصه مستوفيه الشروط، وده انا يعني ذات نفسه يعني في حاجه مش مفهومه فيها، حاجه يعني غير مفهومه بالنسبه لنا. ان احنا دلوقتي ينزل محل ينزل فيه اجراء طبيعي جدا، سواء من التموين او من الصحه او من هيئه سلامه الغذاء، اجراء طبيعي جدا، تفتيش طبيعي جدا، بعد ساعه يجي لي قرار بالغلق. ده امر غير مفهوم بالمره. يعني احنا اتسحب من عندنا عينات الفتره اللي فاتت، الحمد لله طلعت ما فيهاش اي مشكله، ورغم ذلك محلات مقفوله. يعني في شويه كلام اثير حول ان يعني بعض الفروع ممكن تكون قفلت بسبب وجود حالات تسمم. يعني رد فعل حضرتك ايه او تعليقك؟ الكلام دوت مش مظبوط تماما نهائيا. الموضوع يعني لم يثار الا بعد ما تم اغلاق جميع الفروع، ودي في حد ذات نفسها مش مفهوم، حاجه مش مفهومه. يعني حاولنا نتواصل، في جهات مشكوره بتتعاون وفي جهات رافضه اصلا ان هي تقابلنا. يعني انا دلوقتي مقفول لي 11 فرع في الجيزه بقرار من سياده المحافظ. طب هل ده لا يحق لي ان انا ادخل لمعاليه اعرف ايه اسباب القرار؟ حي نزل فجاه جميع الاحياء. طب ليه يا فندم؟ اغلق حالا، اغلق حالا. وخلال إجراء اللقاء مع عضو مجلس إدارة المجموعة في منطقة وسط البلد فوجئنا بإجراءات غلق للفروع، الأمر اللي تطلب من المسؤول عدم استكمال اللقاء والتوجه لمحافظة القاهرة لمعرفة سبب الغلق. وبعدها عرفنا من السوشيال ميديا بخبر إغلاق فروع لمحلات وهمي وبهيج وكنافة وبسبوسة وعم شلتت التابعة لنفس المجموعة. وتحققنا من الخبر عن طريق التواصل بعضو مجلس إدارة المجموعة، ونزلنا النهاردة مرة تانية لتقصي الحقيقة عن أسباب الغلق واستكمال اللقاء مع عضو مجلس الإدارة وسؤاله عن ما تم تداوله على السوشيال ميديا. كم فرع اتقفلوا تقريبا وهيفضلوا قافلين لغايه امتى؟ هو يعني لغايه امبارح كان ممكن اقول لك عدد، لكن النهارده انا ما اقدرش اقول لك عدد لان الشركه كلها بالفعل
قفلت. يعني نحاول ان احنا نعرف اسباب الغلق عشان نبتدي نشتغل عليها ونبتدي نعدلها، وده الامر طبعا الطبيعي. واحنا طبعا بنحترم القانون بكل اوجهه، يعني كل اوجه القانون في معاملاتنا، وده امر طبيعي. طبعا احنا في دوله قانون. المنظومه ديت فيها يعني موظفين ما شاء الله كتير جدا، عددهم ما يقل عن 25,000 موظف يتعلق في رقبتهم اسر. هل صاحب مجموعه بلبن غير مصري الجنسيه، سوري الجنسيه مثلا؟ احنا مجموعه الحمد لله شباب مصريه كامل، مفيش اي حد في الاداره اطلاقا او الاونرات جنسيته غير مصري، وده حاجه بتشرفنا. احنا شرف لينا النجاح اللي احنا عملناه واحنا شباب مصريين، ان احنا نغزو الوطن العربي كله الحمد لله بالنجاح المبهر دوت في الفتره القصيره ديت. ايه هي سلسله المحلات اللي تحت اداره بلبن؟ طبعا بلبن، وهمي، شلتت، بهيج، كنافه وبسبوسه، كرم الشام. بس كرم الشام يعني إدارة منفصلة لأن هو شراكة، فهو مش تحت إدارة الشركة مطلقا، يعني الموضوع مجرد شراكة بس. يعني هو دي كلهم قفلوا وكله اتقفل. هو يعني كل حد ناجح في البلد لازم يبقى فيه حاجة شبهة عليه عشان يحصل له مشكلة. يعني كل البراندات وكل السلاسل اللي نجحت هل هي فيها غسيل أموال؟ بدون ذكر أسماء، هل هي فيها غسيل أموال؟ لا طبعا. يعني الكلام دوت يعني كلام مرسل غير منضبط توجه لسيادة فخامة الرئيس. يعني بنستنجد بسيادته، عايزين بس مجرد ان احنا نقعد نعرف ايه المتطلبات اللي مطلوبه مننا واحنا هننفذها. وحاولنا بعدها التواصل مع محافظة القاهرة اللي أكدت إنها جهة غير مسؤولة عن القرار، ومحافظة الجيزة اللي أفادت أيضا بإنها غير مسؤولة، ووزارة الصحة اللي أوضحت إن الجهة المسؤولة هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللي بالفعل أصدرت بيان بإنه تم سحب عينات من اللجان الرقابية لبعض المنتجات بالمصانع والفروع، وأفادت نتائج التحاليل بوجود بكتيريا ممرضة، وكذلك احتوت على ألوان محظورة دوليا، بينما تم تخزين بعض المنتجات بطرق غير صحيحة. صراحة هو موضوع غريب جدا لأنه حصل فجأة وفي وقت بسرعة جدا، وفروع كتير اتقفلت، يعني في المنصورة مش في القاهرة بس والجيزة بس، لا في فروع كتير. في مستثمرين هيخافوا. يعني المفروض المحلات دي قفلت أول امبارح، ليه بقى منزل البيان دلوقتي؟ المفروض كان البيان ينزل مع قفل المحلات. هي دي حكاية أزمة سلسلة محلات بلبن من أولها لآخرها. محمد علي، الحكاية، MBC مصر. طيب، ده أكبر عدد من المحلات اللي اتقفل في مصر منذ بداية المحليات. أظن عملنا فحص على 47 عن عينة من عدد من المحلات والمصانع. هو ده بالنسبة للدولة كافي، وبالنسبة لناس كتير كافي جدا. معانا الدكتور مؤمن عادل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلبن، وده يعني أول تصريحات ليه نفهم إيه الحكاية وإيه الموضوع. احنا مبدئيا بس بسم الله الرحمن الرحيم، انا كان نفسي ان انا اتكلم في ظروف احسن من كده، ودي اول مداخله ليا من ساعه البيزنس ما بدا. ناس كتير كلمتني قالت لي اتكلم، عايزين نعمل احاديث معاك، حاجات معاك. عمري ما اتكلمت، انا شخص ما بحبش الظهور الاعلامي او ما بحبش الشهره وما بحبش الكلام الكتير. انا شخص عملي جدا جدا، شغوف بشغلي، شغوف بالنجاح، شغوف بالشركه اللي انا بمثلها واللي احنا اسسناها بفضل الله عز وجل. الحكايه ان احنا مجموعه شباب مصريين قررنا ان احنا نحلم، وقررنا ان احنا نعمل كيان. الكيان دوت يكون موجود بفضل الله في 8 دول او 9 دول دلوقتي. والنهارده الحمد لله افتتاح اول فرع لينا في الكويت في السلميه، دي الدوله ال10 بالنسبه لنا بفضل الله عز وجل. الحلم دوت حلم احنا حلمناه، وده من حقنا ان احنا نحلم، ان احنا نعمل حاجه تشرف بلدنا وتشرفنا احنا شخصيا. يعني الحمد لله موجودين دلوقتي احنا بلبن حاليا مؤسسه موجوده في 9 دول، الدوله ال10 الكويت، موجودين في مصر، موجودين في السعوديه، موجودين في الامارات، موجودين في الاردن، موجودين في قطر، موجودين في البحرين، هنفتح قريبا، موجودين في المغرب، موجودين في ليبيا. الحمد لله
يعني بنطلع ملايين الاطباق وملايين الوجبات بشكل يومي. الحمد لله طول ال6 سنين اللي فاتوا او طول ال4 سنين اللي فاتوا مفيش اي شكاوي جت خالص من عندنا. مفيش ولا محضر تسمم ولا محضر صحه ولا مشاكل موجوده خالص موجوده عندنا في الشركه، سواء في مصر او سواء كان في الفتره الاخيره في خارج مصر في الدول كلها. يعني دكتور مؤمن، انت في ال4 سنين اللي فتحتهم ولا مره جالك مفتش من الصحه يفتش على المحلات بتاعتك؟ لا طبعا، بيجي مفتشين من الصحه وبيجي مفتشين من كل الجهات، وكل جهات الدوله بتيجي تراقب علينا. وبفضل الله عز وجل في ال4 سنين اللي احنا اشتغلناهم في مصر ولا محل اتقفل بسبب حاجه صحيه، ولا عندنا ولا مشكله واحده حصلت مع مواطن بسبب تسمم او بسبب اي حاجه صحيه. بالعكس تماما. الحمد لله بنقدم افضل جوده وافضل خامه وافضل حاجه ممكن نقدمها للمواطن المصري او للمواطن العربي بشكل عام يعني. لكن الفرع بتاعكم اتقفل في المملكه العربيه السعوديه لاسباب صحيه. الفرع بتاعنا اتقفل لاسباب صحيه، وان شاء الله باذن الله قريبا ان شاء الله باذن الله هنفتح الاسبوع دوت. ان شاء الله تم اخبارنا ان احنا هنفتح الفروع ان شاء الله الاسبوع ده ان شاء الله في فرع الجيزان والفروع اللي تم اغلاقها، وان شاء الله نرجع نكونوا موجودين. المملكه كانت جزء كبير جدا 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 من نجاحنا بفضل الله. احنا في المملكه كانت هي القلب النابض بعد مصر. هي احتضنتنا وبفضل الله عز وجل عملنا فيها استثمار مصري مشرف بفضل الله. لكن هي اتقفلت. الحمد لله عملنا نجاح اتقفلت جدا جدا جدا. اتقفلت في السعوديه يا دكتور لاسباب صحيه، انا فاهم صح؟ اتقفلت لنتيجه حدوث اشتباه في حالات نزلات معويه، وده البيان اللي نزل من وزاره الصحه السعوديه. ايوه. اشتباه في حالات نزلات معويه، تمام كده، بس كان لعدد كبير شويه من الناس، والحالات دي مسجله كانت في وقت معين. جم كلمونا وابلغونا قبلها باسبوع، قالوا لنا عندكم كذا كذا كذا. كان الكلام ده في فرع جيزان او فرع نجران مش متذكر. وبلغونا في كذا كذا كذا. حاولنا ان احنا نعرف معاهم انفستيجيت للسبب هو كان ايه، عندنا ايه. لقينا راحوا مكلمونا تاني قالوا لنا لا، وفي فرع الخبر كمان. بعد كده قالوا لنا هنقعدوا ندور على السبب ونعمل حاجه اسمها غلق احترازي، تمام كده، الحين ان احنا نعرف السبب ايه والمشكله اللي موجوده عندكم ايه. وكان الموضوع موثق بمشاكل معينه موجوده في فروع معينه بشكل معين. بعديها الهيئه بتاعه سلامه الغذاء والدواء في الامارات نزلوا عندنا. الصحه في الامارات نزلت عندنا مفيش مشكله، الصحه في الاردن نزلت مفيش مشكله، في مصر كان لحد وقت قريب مفيش مشكله في اي حاجه. كانت كل العينات اللي موجوده تمام، ما فيهاش اي مشكله. فجاه احنا لقينا الوضع في مصر اختلف في خلال من يوم وليله. اقفل كل الفروع بدون ما احنا نبقى عارفين اي سبب يعني. طيب انت ما عرفتش ان في اي من المواطنين جاله تسمم، جاله نزله معويه، تعب من حاجه؟ مفيش اي حالات؟ محدش اشتكى؟ مفيش ولا محضر اتعمل الا محضر واحد اتعمل في زايد باشتباه في تلبك معوي. التقرير الصحي مكتوب كده اشتباه في تلبك معوي، وتواصلنا مع الشخص والراجل اللي تم التفاهم معاه ان شاء الله مفيش مشكله وتمام. واصلا ما كانش في حاجه يعني احنا الفرع دوت احنا يعني ممكن يبقى الموضوع مش من عندنا اصلا، والفرع ده احنا بادئين فيه بارقام كبيره، وكل الفروع اللي موجوده في منطقه الجيزه كلها وكل الفروع اللي موجوده في القاهره واللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه كلها ما كانش فيها اي مشاكل. احنا بنبيع ملايين الوجبات شهريا. البيان بتاع سلامه الغذاء، انا بس كان عندي تعقيب على النقطه دي يا استاذ عمرو بعد اذن حضرتك. اتفضل. هو دلوقتي لو في حالات تسمم موجوده او حالات مشكله صحيه موجوده، اكيد المشاكل دي بتظبط بمحاضر. ايوه، بمحاضر تسمم غذائي. ما فيش ولا محضر جالنا. لا، الا المحضر اللي هو غير المحضر. انا ممكن افتش، ولما افتش على 47 عينه من 47 مكان، والقى ان فيهم كتير قوي
البكتيريا الممرضه ديت، يبقى انت عندك في بلبن، ده هيبقى في بلبن وكنافه وبسبوسه ووهمي وبهيج وعم شلتت، كلهم فيهم نفس البكتيريا. طب وهم هيكذبوا ليه يعني؟ لا، هو انا مش بقول ان هم يكذبوا، هم ادرى مني بكل حاجه طبعا، واحنا تحت امرهم في اي حاجه هم يطلبوها مننا، والدوله احنا ملتزمين بشكل كامل بكل التعليمات اللي هي تأمرنا بيها واللي هي تبلغنا بيها. ده طبعا كلام منتهي ما فيهوش مشكله. طب دكتور مؤمن، خليك معايا بس عشان نفسر للناس الحكايه. في اطار حرص الهيئه القوميه لسلامه الغذاء على حمايه صحه المستهلكين وضمان سلام مأمونيه المنتجات الغذائيه المتداوله في الاسواق، قامت الفرق الرقابيه خلال الايام الماضيه بتنفيذ حملات تفتيش ميدانيه موسعه على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائيه التابعه لسلاسل بلبن، كرم الشام، كنافه وبسبوسه، وهمي، عم شلتت، محل الشكاوى في مختلف محافظات الجمهوريه. محل الشكاوى تهدف هذه الحملات الى التاكد من التزام المنشآت التجاريه بمعايير سلامه الغذاء، شروط التخزين السليم، وصلاحيه المنتجات المعروضه، إضافة إلى رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي. تم سحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع، ووردت نتائج التحاليل تفيد بوجود بكتيريا ممرضة في العديد من المنتجات الغذائية المعدة للتداول. هذه البكتيريا تعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي. كذلك احتوت على بعض المنتجات على ألوان محظورة دوليا، بينما تم تخزين البعض الآخر بطرق غير صحيحة، مما قد يساعد على فساد المنتجات وتغير خصائصها وفسادها. وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن نتائج التالية: زيارة أكثر من 47 محل ومنشأة غذائية التابعة لهذه السلاسل، اتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط مؤقتا للعلامات التجارية المذكورة، مصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي. فواضح إن احنا ما بنتكلمش على محل ولا اتنين، كان مثلا ممكن وارد محل كان فيه مشكلة في الثلاجة في حاجة، ولكن ده عدد كبير. إيه تعليقك؟ لا يا فندم، انا اولا تعليقي ان بسم الله الرحمن الرحيم، انا اللي حصل كله كان غريب ومفاجئ. احنا في يوم وليله اتقفل لنا الفروع كلها، بلبن ووهمي، كرم الشام، بهيك، ست شركات كلهم بالكامل اتقفلوا، ده في يوم وليله. سالنا يا جماعه ايه المشكله اللي موجوده عندنا؟ ما فيش حد بلغنا. طب هو حضرتك اللي بينزل بيعمل غلق، سواء غلق اداري او غلق اي غلق، مش بيبلغ والله انا انتوا عندكم مشكله 1 أو 2 و3 أو 4؟ لا، احنا مفيش حد بلغنا باي حاجه. احنا في يوم وليله الناس نزلت عملت غلق لكل الفروع اللي موجوده كلها على مستوى الجمهوريه. احنا الناس اللي شغاله، احنا شغال عندنا 25,000 عامل، 25,000 عامل، 25,000 عامل جوه وبره مصر. كل الناس دي بيوتها بتتضرر، كل الناس دي بتتاثر، كل الناس دي بتتاذى نتيجه الغلق دوت. عندي اخطاء او عندي اي تعليمات من سياده الهيئه سلامه الغذاء والدواء او اي حد او اي جهه موجوده، يقولوا لي والله انت عندك مشاكل في 1 2 3 4 حلها او عالجها. لكن انا ولا عندي مشاكل ولا عندي تسممات ولا عندي ناس عندها جالها تسمم ولا جا حاجه من ديت عشان يحصل كل ده. ما هو دكتور مؤمن، انا عايز بس دكتور مؤمن، انت شغال في مجال. اتفضل يا فندم. انا استاذن بس سيادتك في النقطه دي. اتفضل. انا ما عنديش حالات تسمم، ناس جالها تسمم عشان يحصل الكلام دوت كله. احنا اللي تم غلقه 6 براندات مختلفه، يعني واحد بيقدم لحمه، واحد بيقدم فراخ، واحد بيقدم حلويات، واحد بيقدم كنافه، واحد بيقدم بسبوسه، واحد بيقدم سمك. كل دول فيهم نفس البكتيريا الممرضه. ما هو برضه يعني انا برضه، وكل دول البيان دوت كله ظهر بعد لما احنا استغاثنا بسياده دوله رئيس الجمهوريه. انا ما عنديش مشكله في اي اشتراطات الدوله تحطها لنا. احنا ولاد البلد، احنا مصريين وولاد البلد. احنا الناس اللي شغاله معانا دي اسر، والناس اللي شغاله دي بيوت مفتوحه.
واحنا علينا التزامات للبلد، ضرائب بالملايين، عندنا التزامات للموردين بالملايين. لو احنا عندنا 25,000 بني ادم شغال جوه وبره البلد، ففي اكتر منهم بمراحل ومراحل موجودين وشغالين في شركات تانية احنا بناخد منها امداد وتموين. انا طالب بس ان احنا يا جماعه ده براند مصري، احنا يا جماعه منكم، يا جماعه عايز تعمل غلق قول لي الفروع اللي فيها مشكله، قول لي يا مؤمن الفرع ده فيه مشكله اقفله، الفرع ده فيه مشكله اقفله. يا دكتور مؤمن، عندك السلسله دي يا دكتور مؤمن انا عايز اكمل لسيادتك معلش النقطه دي. اتفضل. عندك مشكله في فرع والله في بلبن كذا او كذا اقفله، عندك مشكله في فرع كذا او كذا اقفله. هو حصل في مصر كلها، مصر كلها حصل فيها ان 160 محل و5 مصانع يتقفلوا فيهم واحد. حصلت قبل كده في مصر كلها. طب حصلت في مصر كلها ان سلسله تتقفل بالمنظر ده. طب قفلت بلبن، طب ايه بقى وهمي، طب بلبن، كرم الشام، طب بلبن، كنافه وبسبوسه، طب بلبن. هل كل دول فيهم؟ انا مش بقول حاجه، انا خدام الدوله، وانا اللي الدوله عايزاه انا تحت امرها فيه، واللي هيئه سلامه الغذاء والدواء واللي الدكاتره في هيئه سلامه الغذاء والدواء يطلبوه مني انا اعمله لهم على عيني وعلى راسي، واي حاجه يطلبوها لو انا خالفتها اتحاسب، بس ما تقفلش الفروع. احنا بندعم الاستثمار، سيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي بيدعم الاستثمار، معالي السيد كامل الوزير بيدعم الاستثمار وقال مفيش مصنع هيتقفل في عهدي. طيب يا دكتور مؤمن، ما هو كمان كدوله وكشخص او جهه مسؤول عن صحه الناس هو لازم ياخد اجراءاته الاحترازيه. هو ازاي دي يا دكتور مؤمن اشتري مني بس دقيقه واحده. انا مش هستنى يا استاذ عمرو، انا مع سيادتك يا استاذ عمرو. يا دكتور مؤمن انا لازم اوقف الدنيا شويه وابص في كل حاجه وما سيبش الدنيا. ما دام لقيت حاجات فيها مشاكل ما استناش اما تحصل مصيبه، ما هو لازم ياخد اجراء احترازي. طب ما هي المملكه العربيه السعوديه عملت نفس الحكايه. بلبن قفلت، وهمي موجود، وكنافه وبسبوسه موجود، ومصري اصلي موجود، وكل البراندات اللي كانت تبعنا موجوده، ولا براند منهم اتقفل. ما هو في البيان وهل عشان بلبن كانت حصلت فيه مشكله في السعوديه يبقى لازم في نفس التوقيت تحصل نفس المشكله في مصر؟ لا، اقصد ان الجهه الصحيه بتراعي اولويه المواطن وصحته عن اي حاجه تانية. اتفضل. بص يا استاذ عمرو، انا اسف، انا مع سيادتك ومع هيئه سلامه الغذاء والدواء في اي حاجه تؤمرني بيها، ومع الدوله في اي حاجه تؤمرني بيها، ومع السيد رئيس الجمهوريه في اي حاجه تؤمرني بيها. لكن انا المداخله هدفها ان انا استغيث وانادي يا جماعه الله يكرمكم، احنا داخلين على عيد العمال، داخلين على ايام مفترضه، يا ريت الله يكرمكم عندنا عمال قاعده في بيوتها بيسالوني احنا قفلنا ليه، والعمال دول بيقولوا لي احنا هيحصل فينا ايه بعد كده. لحد من ساعتين 3 ما كنتش عارف ارد عليهم، ودلوقتي انا مش عارف احنا هنفتح امتى. انا مع حضرتك في اي حاجه، انا مع حضرتك ومع الدوله في اي حاجه تطلب مني، اي حاجه تطلب مني انا اي حاجه تطلب مني من الدوله انا انفذها تماما، سواء بقى من هيئه سلامه الغذاء والدواء، سواء من وزاره الصحه، سواء من اي جهه في الدوله، اي جهه في الدوله تطلب حاجه احنا طب ما هو البيان واضح. انا بدون ما اخش في بيانات وبدون ما اخش في تفصيل البيان واضح ان هو لغايه اما الامور يتم تصليحها. انا استاذ عمرو مش دوري ان انا اخش في اي حاجه. انا بس بتوسل ليكم وبطلب منكم انقاذ مشروع استثماري مصري ناجح بيمثل مصر في 9 دول وموجود بقوه في 9 دول، وبفضل الله عز وجل ان شاء الله يبقى موجود في امريكا ويبقى موجود في اوروبا قريب. انا بتمنى نظره عطف، نظره ابوه، يعني اتمنى ان انتوا تساعدوني، تقفوا جنبي. مش طالب حاجه غير
ان اي حاجه تتطلب انا هعملها، بس الفروع تتفتح عشان عندنا التزامات، سواء ضرائب سواء موردين، عندنا التزامات في كل حاجه. كل الكلام دوت هيتعطل. عندنا التزامات مع 25,000 اسره، حرام ان هم يقعدوا في بيوتهم. انا مع حضرتك في اي حاجه تتطلب، ومع سياده الدكتور في الهيئه في اي حاجه تتطلب، ومع وزاره الصحه في اي حاجه تتطلب، ومع الساده المحافظين في اي حاجه تتطلب، ومع الدوله في اي حاجه تتطلب، وبشكر الدوله على كل حاجه. طب يا دكتور مؤمن، طلعت من مصر. يا دكتور مؤمن طلعت من مصر. معلش يا استاذ عمرو، النقطه دي مهمه. احنا نشأتنا طلعت من مصر. احنا نشأتنا كانت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا نشأتنا كانت في والاستثمار والعز في شغلنا كله حصل في الفتره اللي فاتت دي كلها. احنا ما ننكرش فضل البلد علينا، ولا ننكر ان ازاي السيد الرئيس بيدعم الصناعه وبيدعم الاستثمار. اتمنى من سياده الرئيس ينظر الينا بنظره ابوه ونظره عطف. كله يا دكتور مؤمن، كله هيبقى بالقواعد وبالقانون. انا عايز اسالك سؤال بس لو سمحت. احنا قلنا في البيان بتاعنا كالاتي يا استاذ عمرو. قلنا ان احنا تحت مظله القواعد، وقلنا ان احنا تحت مظله القانون، وان احنا مش عايزين ان احنا اي حاجه فوق القواعد، ومش عايزين اي حاجه فوق القانون، ومش عاوزين اي حاجه ناخدها فوق حقنا. لا، كل حاجه ناخدها بحقنا، بس اديني فرصه لو انا عندي مشكله ان انا اصلحها. ما عنديش مشكله. ايوه، ما هو في البيان بتاع صحه في البيان. لكن ان انت النهارده تنزل تقفل 170 فرع في 6 براندات مختلفين، كل براند بيقدم حاجه مختلفه عن الثانيه، وكلهم فيهم بكتيريا سامه، ومفيش ولا. طب انا عايز اسالك سؤال يا دكتور مؤمن لو سمحت، عايز اسالك سؤال. اذا كان ده مسار استعجابك، يبقى الحقيقه ايه؟ يعني انت دلوقتي بتقول لي لا ما عندناش بكتيريا، ما عندناش كل المشاكل ده، ما عندناش المشاكل الغذائيه دي. طب يبقى ايه تفتكر؟ ليه في حد، اسمعني يا مؤمن، ليه في حد عايز يقفل الفروع؟ بتقول لي انت بتقول ان انا بقول ان انا ما عندناش. لا، ما قلتش ان انا ما عندناش، وما قلتش اي حاجه. وفي البدايه في التعليق على البيان قلت لحضرتك انا قامتي الطبيه وقامتي العلميه اقل من انا اعلق على بيان لهيئه سلامه الغذاء والدواء. الموضوع ده منتهي. ايه اللي بيحصل معايا، او ايه اللي او اللي بيتكون، او الحاجات دي كلها، انا متاكد ان شاء الله الامور هتتحل. متاكد ان شاء الله باذن الله عز وجل الفروع هتفتح تاني. اي تساؤلات في دماغ حضرتك او في دماغ اي حد انا ما اعرفش عنها اي حاجه. انا في الاول وفي الاخر راجل كبرت في البلد دي وبحب البلد دي، وهنعيش وهنموت في البلد ديت وبنحبها. وانا اتمنى ان احنا بس يعني ان انتوا يعني حضرتك الساده المشاهدين يقدروا ان احنا براند ناجح. الناس بره بتدرسنا في الجامعات، بتدرسنا في حالات نجاح. احنا براند ناجح، نقف معاهم نكبره، نقف اعتبرونا لعيب كوره، اعتبرونا ممثل، اعتبرونا مغني، اعتبرونا اي حد ناجح، اي مصري ناجح. يا دكتور وقفوا معانا ودعمونا وكبرونا. يا دكتور مؤمن، حتى لو غلطت غلطه ما تقتلنيش، ومش وقت ان انت تقتلني دلوقتي. يعني انا غلطت غلطه، طيب يعني قول لي اديني فرصه. انا دلوقتي في حمل اللي بيحصل ده. يا دكتور مؤمن، يسأل الناس ازاي في 4 سنين بقى عندكم 160 و170 محل؟ ملاقيتكم الماليه جايه منين؟ اكيد انت سمعت السؤال ده كتير. طبعا سمعت السؤال ده كتير جدا 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 جدا. الحمد لله السؤال ده ان دل فهو دل على حاله النجاح المفرطه بفضل الله اللي عاملها بلبن. بلبن الحمد لله بالارقام مش هقول بالارقام، هقول بشكل الناس قدام الفروع، وبعدد الناس، وبمقدار الترانزاكشن اللي احنا بنعمله في كل الفروع، وبفضل عز وجل، وبالاقبال الناس الشديد على المنتجات بتاعتنا. احنا صناديق استثماريه كبيره جدا 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 عرضت علينا بدل المره 2 و3 و4 انها تخش معانا في مختلف الدول. الحمد لله براند ناجح. هو ايلون ماسك بقى ايلون ماسك، ولا اللي هو الراجل بتاع وما عمل تسلا وما عمل كذا وحصل طفرات في حياته لان هو عمل حاجه ناجحه. احنا الحمد لله براند ناجح، وهو الحمد لله براند بفضل الله عز وجل. انت براند الناس بتقف عليك طوابير في الكويت، الناس بتقف عليك طوابير في السعوديه، الناس بتقف عليك طوابير في مصر، الناس بتقف عليك طوابير في الامارات.
انت النهارده براند الناس عايزاك الحمد لله. البيك براند الناس عايزاه، دي براندات الناس عايزاها الحمد لله. ده كرم ربنا مديهولنا ورزق ربنا مديهولنا. النهارده انت تخاف من ايه؟ انت تخاف من واحد مش شغال وبيفتح، واحد ما عندوش زحمه ولا عنده ناس ولا عنده زباين وبيفتح. لكن احنا بفضل الله عز وجل ربنا كرمنا بنجاح كبير، نجاح كبير الحمد لله. لو قعدنا نشكر ربنا من هنا ل 100 سنه مش هنوفي شكر ربنا ولا كرم ربنا علينا. وهو قول لي بس يعني انصحني كده، الرز بلبن بيعمل كل الفلوس دي؟ لا مش الرز بلبن، الهوبا تيتو مامبو. طيب خلينا نرجع تاني. النهارده في ناس كاتبه ان انت كان عندك مشاكل في تراخيص بعض المحلات، هل فعلا انت مش مستوفي تراخيص لبعض المحلات؟ انا عايز بس اقفل النقطه اللي حضرتك كنت بتسيرها من اللي هي اللي قبل كده ديت، اللي هي بتاعت انتوا الفلوس والكلام دوت، لان هي النقطه دي نقطه مهمه جدا جدا يعني، وهي اثيرت اكتر من مره يعني. مفيش مشروع يبقى عليه زحمه وعليه ضغط وعليه شغل وبيكسب وباين اقبال الناس عليه بالشكل دوت قدام الناس كلها. يعني مش محتاجه تقول لحد هو بلبن عليه زحمه او معلوش زحمه او شغال او مش شغال. ده ما اسموش مشروع، ده ما اسموش مشروع مش ناجح، او مش اسموش مشروع ناجح يحصل منه حاجه مخالفه. المشروع اللي يحصل منه حاجه مخالفه ده اللي هو مشروع ايه؟ مشروع شغال حاجه بتتفتح وما عندهاش زباين وما بتكسبش وبيضرب ارقام ولا بيعمل كذا. لكن احنا مش كده خالص، احنا ناس شغاله وبنكسب وبنكبر. حاجه الحمد لله. تخيل ان انت بتروح مثلا المغرب تلاقي ناس واقفه طوابير قدامك، الحكومه تقفل الفرع بسبب الزحمه. قفلنا الفرع لمده 10 ايام بسبب الزحمه. في الاخر خلونا نفتح لحد الساعه 4، بعد كده لحد الساعه 7، بعد كده لحد الساعه 9. دوت مش نجاح. ده مش ان احنا بنقول ان بلبن المصري كسر الدنيا في المغرب، بلبن المصري كسر الدنيا في الاردن، بلبن المصري كسر الدنيا هنا. انا طالب بقى ان بلبن دوت يتعامل معامله ممثل، معامله فنان، يتعامل ان هو حاجه تبقى حاجه كبيره. والله العظيم انا طالب. بس احنا بنصدر يا استاذ عمرو معظم الحاجات اللي بتتباع، بنصدر مانجا، بنصدر مواد تعبئه وتغليف، بنصدر حاجات كتير جدا. انتوا الموردين بتوعكم مين؟ عندكم موردين ولا انتوا؟ اكبر موردين في مصر، اكبر موردين يعني. شاور على اي حاجه تعبئه وتغليف، شاور على البان، شاور على كريمه، شاور على اكبر موردين في مصر وافضل شركات في مصر. هم اللي بيصدروا لكل الدول. يعني النهارده في مصانع بتصدر ل9 دول. يعني مصنع BET بتاع البلاستيك هو بيصدر لنا شغلنا ل9 دول او 10 دول. المصنع ده كانوا في مصر، ما كانوا في العشر من رمضان. دي عمله صعبه بتخش البلد. مؤمن ركز في السؤال اللي هسأله لك. اتفضل. انت ليك اعداء؟ انا ليا اعداء؟ اكيد اي ناجح في انا عارف والله اي ناجح ليه اعداء. انا عارف والله. انت ليك اعداء. يعني كان عندك مشاكل مع اي حد في الفتره اللي فاتت ديت؟ لا ما عنديش مشاكل مع حد بعينه في الفتره اللي فاتت خالص يعني. في اي حد طلب منك انه يشاركك وانت رفضت؟ لا مفيش حاجه من دي. مفيش كلام من ده يعني؟ لا علشان بس ما انت شايف الكلام اللي متنطور. احنا عايزين نفهم. بس انا المداخله دي برضو النقطه دي مهمه جدا، عايز اقول لحضرتك عليها. اتفضل. انا ارفض تماما ان اي برنامج او اي قناه عليها علامات استفهام تتكلم عن المشكله ديت او تصدر المشكله دي على انها مشكله في البلد او مشكله في مصر. مصر طول عمرها بتدعمنا، ومصر طول عمرها واقفه في ظهرنا، ومصر هي اللي احنا كبرنا من خيرها. فانا ارفض اي حاجه من دي، واحنا كلنا في ظهر مصر. يعني هي مشكله تجاريه اداريه صحيه فقط. والله يا استاذ عمرو انا مش عارف لحد دلوقتي هو الست براندات اتقفلوا ليه. انا ما اعرفش هم ال6 براندات اتقفلوا ليه.
6 براندات بست انشطه مختلفه اتقفلوا لي. انا والله العظيم اقسم لك بالله انا ما اعرفش غير تقرير هيئه سلامه الغذاء والدواء اللي انا بحترمه واللي انا بقدره واللي انا متاكد مليون في الميه ان هو صح، بس هو ده الحاجه الوحيده اللي قدامي، ده الحاجه الوحيده اللي قدامي. انت اكيد عندك اداره قانونيه، المفروض الاداره القانونيه دي تتوجه للجهات. وعدي لحضرتك برضه معلومه ثانيه، ان احنا كل براند من دول براندات منفصله، يعني كل واحد ليه مصنع منفصل، ليه اداره منفصله، ليه لا ما هو بتاع اللحمه غير بتاع اللبن غير بتاع السمك اكيد يعني. هل بقى كلهم يا استاذ عمرو في نفس اللحظه كلهم بقوا فيهم نفس البكتيريا؟ البيان بيقول كده، ده مدير تشغيل وده مدير كذا وده مدير كذا، ماشي، ما هو البيان بيقول كده. ما هو يا مؤمن التطور السريع، الافتتاح الكتير والسريع ممكن يخلي الجو. احنا يا استاذ عمرو الدوله هتقوله واللي هم عايزينه احنا هننفذه، بس بالله عليك بناشد كل القلوب الرحيمه اللي في البلد، بناشد كل الجهات اللي في البلد، بالله عليكم يا جماعه ما تقتلوش حلم شباب مصر، بالله عليكم ما تقتلوا حلم شباب مصر. احنا حرام ان احنا الحلم بتاعنا يتقتل، حرام ان احنا يبقى في 160 فرع بيتقفلوا في لحظه، حرام، ده ما يرضيش ربنا، حرام. انا مش بقول على حاجه والله، هو اللي هم شايفينه صح يعملوه، بس انا اديني فرصه وانا معاك، اديني فرصه وانا معاك، قول لي فرصه تصحيح وانا معاك. عمري ما هتاخر ان انا اعمل حاجه الدوله شايفاها او الدوله عاوزاها. نصيحه اخويه مني ليك يعني، يا ريت لو ان شاء الله رجعتوا تشتغلوا تاني قللوا السكر شويه في الحاجه. انا مش بقول لك حاجه والله فيها هزار، لانه ده برضو على صحه الاطفال والناس. على فكره دي كانت شكوى عامه دايما، السكر كان كتير جدا في الحاجات بتاعتنا. انا هسالك سؤال يا فندم، انا هسالك سؤال. اشهر حلويات شرقيه مصريه هي ايه؟ لا في عندنا اسامي. طبعا البسبوسه، طبعا البسبوسه عباره عن دقيق اللي هو السميد، ايوه، الشربات دوت عباره عن ميه بسكر، ايوه، تمام كده، والسمنه لا ممكن تبقى نباتي حيواني او اي حاجه. اي حلو في الدنيا فيه سكر بيبقى فيه نسبه سكر عاليه. احنا اتحطينا، احنا عملنا كحك العيد، الناس قالت لك انتوا بتعملوا حاجه بتضر بالصحه. عملنا منتج فيه رز بلبن مش عارف بالايه، انتوا بتعملوا حاجه بتسبب سكر. لا ايه صحيا؟ بص يا مؤمن، انت اكيد عندك انت دكتور بيطري كمان، فده راجل بتفهم في الكلام ده، اكيد لازم يبقى عندك طاقم تغذيه وبتاع يقيس السكر في الحاجات دي. ما هو العيال والاطفال والشباب هم اكتر ناس بياكلوا الحاجه بتاعتك، فلازم يبقى فيها نظره صحيه برضه. الحاجات حلوه والله عادي، بس التأمين حاضر واحنا مستعدين لو الهيئه تساعدنا ونقف وتقول لنا نعمل ايه ونشتغل في اي حاجه هم عايزينها. طب انتوا المفروض هتعملوا ايه بقى الايام الجايه؟ ايه خطواتكم؟ ايه الطريق بالنسبه لكم؟ والله ما اعرف. انا الناس بتسالني كلها هنعمل ايه، انا مش عارف. احنا قبل ما نتقفل كان يوم الثلاث او يوم الاثنين اتقفل الفروع بتاعت مصر الجديده، واحنا لمحافظ القاهره قلنا له احنا عايزين نفتح الفروع، رفض يقابلنا. واحنا السكرتير العام المحافظه قالت لنا ما نعرفش حاجه عن الموضوع. بعد كده اتقفل الفروع بتاعت الجيزه، قال لك الفروع بتاعت الجيزه اتقفلت بسبب الترخيص، 12 فرع اتقفلوا بسبب الترخيص. واحنا هناك قلنا لهم يا جماعه عايزين نفتح الفروع، قال لك لا مش هتفتح الفروع دلوقتي، انت ما عندناش تعليمات بكده. طب رحنا للمحافظ قال لك انا طب ارجع تاني للتراخيص، في محلات ملهاش تراخيص فعلا؟ يا فندم كل المحلات اللي عندنا مقدمين فيها، يا اما تراخيصها معموله يا اما مقدمين فيها في البوابه الالكترونيه، لكن المحل الرخصه بتاعته بتاخد وقت طويل جدا، بتاخد اكتر من 6 شهور او سنه لموافقات الحمايه المدنيه وموافقات هيئه السلامه وموافقات الصحه وموافقات كذا وموافقات كذا وموافقات كذا. فكل الاحياء شغاله، كل المحلات اللي في مصر شغاله ان طالما انت قدمت على البوابه وقدمت الاوراق الاولانيه واستوفيتها فده بمثابه ان انت شغال. ده اللي احنا اتعودنا عليه وده اللي احنا اتربينا عليه من واحنا شغالين بقى لنا 6 سنين. فجاه قال لك لا انت ازاي ما خلصتش الرخصه؟ طب الرخصه اصلا عشان اطلعها عايزه سنه، وفي اشتراطات وفي شهادات بتتاخد في الرخصه لازم اكون فاتح فيها عشان اخدها، زي الحمايه المدنيه، زي تقرير الهيئه، زي لازم اخدها وانا فاتح.
دكتور مؤمن عادل، في نهايه الحوار ده تحب تقول ايه للناس؟ انا اتمنى بس ان انا اقول كلمه واحده بس. بلبن من البلد، سواء انت اختلفت معاه، قلت ان هو اوفر ريتد، قلت ان هو اندر ريتد، عجبك الاكل بتاعه ما عجبكش الاكل بتاعه، سواء ان انت شفتنا ان احنا غلطنا في حاجه معينه، سواء ان انت شفت اي حاجه، بس والله ما في حاجه في الدنيا توازي ان النهارده 25,000 اسره مش عارفين هم مصيرهم ايه. فاتمنى بس اتمنى من الساده المسؤولين، اتمنى قولوا لنا الفروع اللي فيها مشاكل نقفلها، قولوا لنا الحاجه اللي فيها مشكله نقفلها، قولوا لنا الحاجه اللي فيها مشكله نعدلها، بس بلاش قعده الناس في بيوتها والله. بس شكرا لحضرتك. دكتور مؤمن عادل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس اداره شركه بلبن، بشكرك شكرا جزيلا. عايز اقول لك ملاحظه، يعني مش ان انا عبقري يعني وخدت بالي، لا كلكم واخدين بالكم منها. الناس كل حاجه بقت بتفسرها بطريقه تانية. يعني مثلا في اي بلد في العالم، يعني مثلا لما بلبن ده قفل في المملكه العربيه السعوديه، اشتراطات صحيه مش موجوده، اقفل صلح وبعدين تقدر ترجع تاني. اي محل في الهند، اي محل في ليبيا، اي محل في السودان، تفسيره الوحيد بيبقى انه في شيء مش صح. الصحه، التراخيص، الضرايب، يعني هناك اسباب كثيره ان انت تشمع محل. الناس في مصر اليومين اللي فاتوا يتحدثون في اشياء قويه جدا. طب يا جماعه، هو بلبن ده هو المحل الوحيد اللي شغال؟ انت عارف انت عندك كام براند حلويات في مصر زي الطبل؟ يعني انا لو قلت انا دلوقتي ممكن اقول لك 15 اسم معلمين، يعني معلمين. اللي قال لك اصله ده كذا، وقال لك اصله ده زعل مش عارف مين، وقال لك اصل ده كان مش عارف مين عايز يشاركه، وقال لك ازاي. انما ما حدش وقف عند ما انا كمان كمواطن اما ابص في التقرير بتاع الناس بتوع الصحه. ماشي، ما انت بتاخد اجراءاتك للاغلبيه، على عيني وراسي ال 25,000 اللي بيشتغلوا، بس لو 2 3 كان جرى لهم حاجه كنت انت هتمسك في رقبه الدوله، كنت هتمسك في رقبه الصحه، كنت هتمسك في رقبه الناس اللي بتشرف على الكلام ده. واكيد هذا التطور السريع جدا بيخلي الكواليتي كنترول على المصانع والبتاع. وهو الراجل ما قالش ما فيش، ما قالش ما فيش في السعوديه وما قالش ما فيش في مصر، قال وارد شيء ممكن يحصل. الا الغذاء يا جماعه، الا الاكل اللي بتاكله الناس. وزي ما بقول لحضراتكم اغلب هذه المحلات هي شباب واطفال وناس صغيره وبتاع. النزله المعويه ولا البكتيري ده ولا المش عارف المنباري ولا الحاجات الغريبه ديت ممكن تعمل مشاكل ضخمه. فالوقفه مع الناس اللي عندها مشاكل يجب ان هو يوفق اوضاعه، وهو الراجل بيقول انا مستعد اصلح اي حاجه. فلازم برضو يبقى فيه ايه، حد بقى يقعد مع مجلس اداره هذه، يا جماعه انتوا مشاكلكم كذا، يروحوا يزوروا المسؤول اللي هو في ايده هذا الامر، مشاكلكم 1 2 3، طب احنا هنحل ده كده، طب تعالى فتش انت لقيت ايه في المصنع الفلاني ولقيت فيه، طب تعالى فتش تاني، وهو يفضل تحت عينين الرقابه وتحت تفتيش الدوله. مش عيب، ما كله لمصلحته هو ومصلحه المواطن. طيب سوق الطعام في مصر قد ايه؟ احنا بنتكلم على حاجه غير طبيعيه. طب ليه؟ هو رمضان اللي فات ده كم حاله تسمم احنا سمعنا عنها من غير اسامي؟
رمضان اللي فات ده كم حالة تسمم سمعنا عنها، ونزلات معوية. سوق الطعام في مصر ضخم وكبير ومختلف، من اقل حاجه لغايه البشوات اللي عندهم صينيه البسبوسه مش عارف بكام. فهذا امر هام برضو من الناحيه الثانيه. لكن هتسالني الملاحظه ايه؟ انه الناس كل واحد لما تيجي تقول له حاجه عنده قصه ثالثه. يعني هي القصه الاولى ايه؟ انه قفلوه. القصه الثانيه ايه؟ انه هو عنده مشاكل صحيه. لا، في مواطنين كتير ايه؟ وفروع باعداد ضخمه. تسالني انا اقول لك انه في المنافسه اللي في السوق بين الناس ديت كل شيء وارد. هنا وفي امريكا وفي كل مكان كل شيء وارد. لكن في النهايه انا كدوله ملياش دعوه بالكلام ده. انا رحت عملت زي ما البيان بيقول 47 عينه مصانع ومحلات من 6 ماركات عندي فيهم مشكله كلهم. خلاص ده في الحاله دي وقف حتى اتاكد وحتى ارى ايه الحكايه وايه الموضوع. هنشوف بعد كده الايام القادمه كيف تتعامل الاداره المصريه. ولما بتكلم عن الاداره المصريه بتكلم على وزاره الصحه، بتكلم على هيئه الغذاء، بتكلم على المحافظات، كيف تتعامل مع هذا الامر وتعيد الى مساره الصحيح. سؤال في الهواء، هل هيرجع؟ هنشوف. هيرجع ازاي؟ هنشوف. وعلى فكره يا جماعه لما كنت بكلمه على السكر وكده وبتاع، دول العالم كلها بقت بتهتم بهذه الامور. ما هو لما طفل وهو صغير يجي له سكر اطفال او يجي له سكر من اكل سكر كتير او كده، ما هو ده عبء على المواطن وعلى الدوله. بعد كده انت لازم تتدخل في مثل هذه الاشياء. مش تقول لي يا عم كل واحد زي ما هو نفسه حط السكر اللي انت عايزه وبتاع مش عارف ايه. لا، هو كان عنده مشكله حقيقيه، واسال اي حد، كميات سكر مرعبه في كل الحاجات اللي هو بيعملها. ده برضو شيء بما انه ناجح ومنتشر لازم كلنا ناخد بالنا من الحكايه ديت. في العالم كله بقوا بيحطوا قواعد، بيحطوا محددات انه السكر ما يزيدش في الحاجه دي عن كده، ما يزيدش على الحاجه دي عن كده، لان انت كدوله بتيجي بعد كده. بس احنا طبعا مطمنين لانه السيد رئيس الوزراء قال عندنا دكاتره كتير يعني. فخلاص خلي الناس تاكل وتنبسط، بس انت عندك مشكله في هذا الامر. نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني الفقره القادمه. لسه عندي حكايات في الحلويات، ابقوا معنا. الله يرحم سليمان عيد، لكن طبعا الموت علينا حق، لكن مفيش ألم زي ألم الموت الفجأة، الموت المفاجئ. يعني طبعا الناس بتموت واخبار الموت موجوده كل يوم، ولكن تصحى الصبح حد كنت قاعد معاه بالليل كان موجود في صوره كان بيعزي سليمان عيد، كان قبلها ب10 ساعات كان بيعزي في عزا، وفجاه تقوم الصبح تلقى الخبر ينزل عليك زي الحجر، كأن في حد رمى عليك حجر من الدور ال50. النهارده الحزن بتاع الناس وهي في الجنازه، الخطفه، اتخطف يا عيني. هو احساس الخطفه عند كل اصدقائه وكل الفنانين، حاله عدم تصديق كلها كانت صعبه. الله يرحمه كان فنان جميل وعظيم وموهوب ومحترم، كل الاشياء الجميله. النهارده من الناس اللي كانت يعني تأثرها بالغ جدا في هذه الجنازة عمنا الفنان الكبير صلاح عبد الله. أستاذ صلاح، الباقي في حياتك يا فندم. أستاذ صلاح. ايوه عم صلاح. أيوة انا معاك. الباقي في حياتك، الباقي في حياتك. في حياتك الباقيه. قلبي عندك. إنا لله وإنا إليه راجعون.
طبعا نحمله على كل حال. بندعي له يا عمرو يا اخويا، ربنا يكرمه ويرزقه النعيم الخالد ويصبر اسرته، مراته وابنه وبنته. انت قلت هي المفاجاه، صدمه المفاجاه. هو ده، هي كانت مفاجاه فظيعه قوي. و يعني مش عارف اقول لك ايه. انا قعدت كده مصدوم لغايه ما وصلت المكان الجنازه. عشان نصلي عليه يعني. يعني خلاص المفاجاه بقى انفجرت، بقت حقيقه الحمد لله. ايوه حقيقه صعبه ايوه. ده عشرة تجاوزت ال 45 سنة عمرو يا حبيبي. تخيل يعني من أيام ما كنت بخرج في الجامعة وهو كان لسه يعني في خطواته الأولى، وفضلنا بعديها بقى وعشرة الاحتراف والصداقة والجيرة وحاجات كتير وحكايات حلوة قوي قوي قوي. سليمان الله يرحمه كان نعم الأخ ونعم الصديق. أقول لك إيه؟ قول لي آخر مرة سمعت صوته أو شفته كان إمتى؟ والله للأسف، وده للأسف الشديد، من حوالي أسبوع أو 10 أيام، ودي كانت تعتبر غريبة فترة طويلة بينا. وكان دايما يكلمني عاد اخدك، تعالى نروح مثلا عند محمد امام، تعالى عايز نخرج نروح نقعد في حته. على طول كان ده الكلام، غير طبعا المرات الكتيره اللي احنا اتقابلنا فيها في الشغل طبعا. لكن زي ما قلت لك اللي وجع دماغي اكتر شريط الذكريات. ايوه اللي هو افتكرت اللي هو العمق بقى، اما رحت للعمق وهو شاب صغير كده، واخد بالك، وانت عارف بقى ايام الهوايه وحلاوه الفتره بتاعت الهوايه دي، ان احنا ما بنجهز لعروض مسرحيه عشان مسابقات الجامعه وبتاع، وكنا نخرج بقى من مسرح تجاره نتلم عند حد من اصحابنا نكمل مذاكره الشغل ونسهر ونعمل ونضحك وننكت الله يرحمه والف رحمه عليه. وكان هو بقى عنده الحقيقه عنده حضور، كان بديهته حاضره قوي قوي قوي، لدرجه ان اعمال فنيه كتيره كان بتستعين بسليمان في ان احنا تركيبه القفشات الكوميدي طبعا الحاجات دي. وكان صانع كاركترات سليمان يعني الله يرحمه، وكافح عمل ادوار صغيره. ايوه كتير. ايوه فتره طويله من حياته تعب ايوه تعب. يبقى نقول ايه؟ ارتاح ربنا يصبر اهله، ربنا يصبرك يا عم صلاح، وربنا يعني يكرمك. وانا عارف بيبقى اليوم التاني ده تقوم الصبح تفتح عينك من النوم تقول هو سليمان مش موجود فعلا، بيجي يوم تاني كده يبقى فيه عدم التصديق بقى، هو ده فعلا حصل والله، ولا تعرف ولا تحس، بيحصل حاجات غريبة كده. ايوه والله بالظبط، وده حصل لنا كتير خلال يعني حياتنا، يعني مع علاء ولي الدين الله يرحمه، ومع مجدي كامل الشاعر الله يرحمه، مع طلعت زكريا الله يرحمه. الله يرحم امواتنا جميعا يعني الحمد لله. الله يرحمه ويصبر عيلته واهله ويصبر الوسط الفني كله. الفنان الكبير صلاح عبد الله، بشكرك شكرا جزيلا. معانا الفنان أسقس، وهو كان صديق لسليمان عيد وكان في بينهم ميعاد ولقاء. اهلا أسقس، الباقي في حياتك يا حبيبي. ونعم بالله حبيب قلبي، تعمل يا استاذ عمرو. الباقي في حياتك وربنا معاك، وشفتك وانت متأثر النهارده. قول لي اخر كلام بينك وبين سليمان كان عامل ازاي؟ والله احنا كنا مع بعضينا امبارح، يعني هو كان عندي في المكتب امبارح وكنا قاعدين سوا، وكان صايم
وقال لي يعني مش الساعة 6، قال لي هروح أفطر، وكان صايم ال6 البيض، كان آخر يوم ليه امبارح. لا اله الا الله. وقدم بالليل، اللي عرفته انه قدم بالليل على طول بعد ما فطر، قدم على حج ليه هو ومراته. يعني اتصل بحد وبعت له فويس سمعتها، ويقول له انا عايز اشوف شركه سياحه، انا نفسي نطلع حج السنه دي انا ومراتي. وكانه حج والله يا أسقس، النيه بتتكتب وكانه حج. الحمد لله وكانه الحمد حج. لله. وقال لنا انا هنتقابل. قلت له يا عم سليمان احنا ما صليناش الجمعه سوا قبل كده، ما تيجي نصلي بكره مع بعض ونقعد بعد الصلاه شويه. قال لي خلاص ماشي، بكره هنصلي مع بعض ونقعد مع بعضين. بس ما كنتش اعرف ان هو مدي الميعاد لمصر كلها، مش بتقول انا بس. فيعني الله يرحمه بجد، افتقدنا فنان كبير، وكبير باخلاقه قبل فنه. يعني الراجل ده يعني مستحيل حد يبقى يقصده في اي طلب في الدنيا، حتى لو على حساب نفسه او صحته، الا وبيعمله. ما يقدرش ينام وفي حد زعلان منه خالص. لا اله الا الله. ومفيش حد في مصر زعل، ما عندوش مشكله مع عم سليمان خالص. راجل كان طيب، واحنا يوميا كنا بنقعد مع بعضينا في مكتب عند محمد امام يوميا، بقاله اسبوعين او 3. فنبعت له انت فين، انا مبسوط وقاعد مع احفادي واولادي وعايز اقعد معاهم شويه، انا يعني تمام. فكان هو مبسوط لحد ما جالي امبارح بالصدفه، وجه قعد معايا وسلم عليا، وقبلها بيوم راح لاستاذ اشرف عباقي المكتب وسلم على كل، يعني عمل كان حاسس ان هو بيودع الناس. يعني لا راجعون، ويعني راح لربنا ولا حن عليه مننا كلنا. راجل عظيم، راجل علمنا حاجات كتير، وقف جنبنا، يعني وقف جنب كل الاجيال. هو في 4 افلام اللي في السينما اللي في العيد اللي فات ده، يعني في ال4 افلام اللي موجودين يعني. وكان فرحان جدا اخر فتره انه ابتدى يغير وبيعمل حاجه فيها دراما وبيمثل، وفرحان جدا براي الناس، ومبسوط ان الناس يعني شايفاه في حته تاني غير الكوميدي. يعني الحمد لله انه عمل كل حاجه كان نفسه فيها، الحمد لله. الحمد لله. فنان أسقس بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. الله يرحمه، كان جميل ومؤدب ومحترم، واما تقابله اول ما تشوفه لازم تضحك، اول ما تشوفه كده تبتسم. تخيل بقى الراجل اللي متوفي ده النهارده تفتكر ذكراه، تزعل وتبتسم في نفس الوقت. الله يرحمه، الله يرحمه. طيب المركزي خفض الفايده، وكان هذا الامر بقاله مده، يعني كان في تثبيت للفائده البنكيه، كان هذا الامر بقاله مده. امبارح لاول مره تم تخفيض الفايده. انا مش عايز ازعجكم بكلام معقد، ولكن في تقديري هيكون مفيد تعرف تاثير الامر ده عليك ايه كمواطن. يعني في كلام كتير، منحنيات، وال225 نقطه دي يبقوا ايه، ومنحنى التضخم والعمله والدولار. ممكن نعمل كل ده انا مش هعمله. انا ما بعملش الاقتصاد كده. انا عايز الناس تفهم، لما المركزي امبارح خفض الفايده، انا كمواطن هيجرى لي ايه، انا كمشتريات هيجرى لي ايه، انا كزياده اسعار هيجرى لي ايه، انا كعمله اجنبيه دولار بيتلكك هيجرى له ايه. هذا امر هام جدا ان انت تعرف تاثير تخفيض الفائده على المواطن ازاي. طبعا في تأثير آخر على الشركات وعلى العقار وعلى أشياء كثيرة جدا هنتكلم فيها. معانا الدكتور محمد فؤاد هيكلمنا في هذا الأمر ويقول لنا تأثير هذا الأمر على كل المجالات بشكل واضح مباشر مبسط. أهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. ماذا يعني تخفيض المركزي للفائدة بالنسبة للمواطن على طول؟ أيوة. طيب بالنسبة للمواطن على طول، هو بيعني إن هناك نوع من أنواع التيسير النقدي. التيسير النقدي يعني إيه؟ معنى لما الفايدة الأساسية للبنك، فايدة العملية الرئيسية للبنك المركزي بتقل، في حاجتين بيحصلوا. بالنسبة اللي بيستلف
هيستلف بأرخص. يعني مثلا لو أنا جاي مثلا بفكر أقسط عربية، فكنت بقسط عربية، فلنقل إن أنا دفعت منها وعليا مثلا 600 ألف جنيه قسط، بقسطهم فالقسط الشهري بتاعي 17 ألف جنيه، فبعد الفايدة ما تنزل ممكن يبقوا 16 15، فهتقلل فايدة التمويل على الأشخاص اللي بتشتري حاجة بالقسط. فده الشيء المباشر. الحاجة التانية لمستخدمي الفائدة، هيكون برضه هناك تأثير متوقع. لسه البنوك لم تسعر الفايدة الجديدة، لكنه من المتوقع ان الشهادات اللي موجودة في البنوك ريفيدي 27 و23.5 ان هي مع انخفاض الفايدة في هتنخفض ايضا. ناس يا محمد بتقول ان البنوك هتخلي الفايدة زي ما هي، وفي ناس بتقول لا، الشهادات، ودي على فكرة مصدر رزق البشر كثيرين، انه الفايدة على الشهادات هتنزل. انت بتقول ايه؟ هو في اللحظة اللي هو موجود فيها دي خلي بال حضرتك ان التخفيض مش تخفيض كبير. يعني اللي هم ال 225 نقطة دول عشان نشرح الناس هم عبارة عن 2.4%. 2.4% دولت ما هماش شيء كبير. لكن اعتقد ان البنوك هتبتدي تستعيد تسعير الموضوع، لانها هتعيد تسعير دين ومدين. يعني هي في الاخر مش هينفع البنوك تكون بتسلف باقل وبتدي اكتر، يعني لان الفرق هيبقى متسع. فانا ارى ان هو هيتم طبعا يعني في الاسبوع القادم او في الايام القادمه اعاده تسعير الشهادات مره اخرى. بس ده خلي بالك لا ينطبق على رابط شهاده. يعني انا رابط شهاده محدش هيقول لي والله لا بكره الصبح انت رابط ب 27 هتبقى ب 25. اي حد رابط شهاده سنه 3 سنين سنتين بياخد عائد شهري، اللي عايش من الشهادات ليس لديه ما يقلق. لكن الربط الجديد او لو حد شهاده بتتفك وهتتربط على يعني لو البنوك غيرت اسعار الفايده طبعا هتتاثر يعني. طب محمد، خلينا في السؤال التاني المهم. دائما كانوا يقولوا لنا لما الفايدة تنزل التضخم يزيد. هل هذا الأمر ممكن يكون بينطبق على مصر؟ كلام حضرتك محترم، لان ده كلام علمي محترم. بيتقال ان التضخم معناها ان الوصول الى الاموال سهل، فالناس بتقدر تصرف اكتر، ففي فلوس كتيره بتجري ورا سلع قليله. هنا عندنا حاجه مختلفه. انا هنا عايز افرق في حاجه، انا مش عايز اخش كلام فني قوي، لكن هما كلمتين لازم يتقالوا بشكل واضح. اتفضل. اول حاجه، في فرق ما بين الاشاره والاثر. الاشاره يعني ايه؟ الاشاره يعني ان انا اقول انا بنتوي ان انا اعمل تيسير نقدي، زي ما يكون واحد متزوج ففي عيد ميلاد مراته راح جاب لها ورده. الورده دي امر رمزي، يعني قد تكون هي مستنيه يجيب لها حاجه اكتر من كده، لكن رمزي. يعني هي ايه الورده؟ معناها ان هناك نوع من انواع يعني التقدير او كده، لكن قد تكون هي منتظره امر اخر. نفس الشيء ال 2% دولت يعني زي ما بيقولوا بالدارج ما يحرقوش مكانهم في السوق، ما يعملوش اثر انتقال كبير، ما يعرف به اثر انتقال سعر الفايده او الترانسميشن ميكانيزم بتاع الفايده. في 2% مش هيسمعوا جامد، يعني مش هيحركوا السوق بشكل جامد. ارجع تاني للمثال بتاع العربيه. حضرتك رايح تشتري عربيه هتقسط 600,000 جنيه، ال 600,000 جنيه دول هتدفع عليهم فلنقل قسط شهري كانوا 17%، فهيبقوا 15، ممكن يبقوا 16,500. هل هو ده اللي هيحركك ولا هتستنى لما الفايده تنزل اكتر؟ فالانخفاض القليل في الفايده دي ما يعملش هذا الحجم من ارتفاع الطلب الكلي، لان 2% ده امر قليل. يعني فاحنا بنقول للناس انه تخفيض الفايده مش معناه زياده الاسعار. الجمله دي تبقى صح كده في الحاله دي؟ في النسبه دي، عشان ده تخفيض يعتبر رمزي، ده اشاره، ده الورده، ده كده بس عربون محبه. يعني لان المركزي بيشاور للسوق ان انا ممكن اخفض تاني. بالظبط كده، زي ما الفيدرالي بيعمل كده. يعني هو له فانا بسميه تخفيض رمزي اكتر من تخفيض فعلي، لان اثر انتقاله ضعيف. السؤال الثالث المهم، هل ده هيأثر على سعر الدولار؟ سؤال برضه مهم جدا ومحترم. طيب خلينا نقولها بدليلين. الدليل الأول هو دليل عام. مصر ما تزال من أعلى الدول اللي بتدفع فايدة حتى مع الفايدة الموجودة حاليا، والأكثر استقرارا نوعا ما مقارنة بالدول الأخرى زي الأرجنتين وتركيا اللي عندها بعضا من الهزات الشديدة. ده أول حاجة. تاني حاجة، وده بقى إيه، ناخد الكلام ده من الأرقام. في لما بنيجي نقرا الكلام ده عشان الدولار هيقل ليه، ان الناس تبقى حاطه دولار في مصر وتقول لا والله ده مصر ما بتديش فايده كتير فانا هاخد الدولار بتاعي وامشي.
ده غير متحقق. ليه؟ لان احنا لو بصينا على ما يعرف بالعقود المستقبليه اللي هي الناس شايفه الدولار بكام بعد سنه، اللي بتعمله ايه؟ بتشوف سعر الدولار بعد سنه طبقا للعقود الاجله دي وسعره كام دلوقتي، وتشوف الفرق بينهم، ده اسمه الفايده الضمنيه. فالسوق الحقيقه العالمي مسعر الفايده في مصر باقل من كده كمان، فلذلك الفايده الموجوده حاليا مرتاحه، مش الفايده اللي تعمل ضغط على العمله. زي ما قلنا لو في ضغط على العمله بناس بتسحب فلوسها، هو ده اللي يعلي سعر الدولار. فانت ده مش ترى انه لا يوجد ايضا ضغط على الدولار يؤدي ان احنا يوم الاثنين نفتح البنوك فنلقى سعر الدولار زاد؟ مش بسبب الفايده على الاقل، يعني على الاقل هي انت بتغسل ايدك. بالنسبه بغسل ايدي بالظبط، حسب الامر بالنسبه للفايده، الفايده مش تعمل مشكله. فهذا الامر لن يؤثر ابدا. فاحنا عندنا اللي هيأثر بقى، وده يبقى شيء جيد، انه الشركات اللي هي كانت بتشتكي انها مش عارفه تقترض، يمكن الامور تتحسن بالنسبه لها شويه، لان قروضها كانت غاليه جدا، يعني كان بيوصل القرض عليه 30% للشركه. بالظبط، هتقلل عليه كمان عبء الفوائد اللي بيدفعها شهريا، فممكن يبقى عنده فلوس يعمل حاجه، يستثمر اكتر، يبقى عنده فرصه ان هو يحط حاجه غير ان هو زي ما بيقولوا بلغه السوق شغال عند البنك. طيب انت من الناس اللي عملت شيء عظيم اليومين الثلاثه اللي فاتوا دول، ان انت قريت الموازنه، وهذا الامر لم يتحقق بالنسبه لناس كتير في مصر، ان الناس تعرف الحكومه مقدمه مصروفاتها ودخلها وبتقول لنا هي هتصرف ازاي وتعمل ايه. ناس كتير ما قدرتش تفهم الكلام ده، حتى لما الامر تم مناقشته في مجلس النواب كان في خناقه كبيره ما خلتش الناس تفهم الحكايه. سؤالي بشكل مبسط خالص، هل موازنه 25 26 افضل من موازنه 24 25؟ لا ده مش سؤال بسيط، ده ما افضل يعني ايه؟ يعني وضعنا احسن. ما هو دلوقتي انا لما اجي مثلا اقعد اتكلم مع حد اقول له والله انا السنه اللي فاتت كان دخلي كذا وصرفت كذا، فتقول لي كويس اهو دخلك حلو ومصاريفك اقل. اجي اقول لك بقى طب والسنه الجايه، معلش انا بعمل تبسيط مخل يا محمد. لا براحتك خالص حضرتك. واجي السنه اللي وراها اقول لك انا دخلي كذا وصرفت كذا، فتيجي تقول لي لا ده انت وضعك اسوأ. احنا وضعنا في الموازنه اسوأ او افضل ولا زي ما هو؟ سهله ايه؟ طب خليني اخدها من زاويتين عشان نسهل الموضوع. لو بتكلم محاسبيا كارقام مقطوعه، ما شكلها على الورق حلو. بمعنى ايه؟ لما اجي اتكلم مثلا على البنود اللي بتهم الناس، يعني مثلا بند زي الدعم، ايوه كان 135.9 مليار بقى 742.6 مليار، بزياده 16.8%. ده زياده كنسبه من سنه لسنه. لما اجي اتكلم على الانفاق على التعليم من 221 مليار ل 255 مليار. لما يعني مثلا انت بتقول لي ان التعليم الانفاق عليه هيزيد زي 30 مليار كمان في الموازنه الجديده. بالظبط، وهكذا الصحه في 95 مليار. هيبقى مثلا شويه الارقام منها مثلا في 30 مليار انفاق على الضمان الاجتماعي بزياده 24%. هيبقى عندي 15 مليار انفاق على الادويه بزياده 41%. 11 مليار نفقات علاج المواطنين على نفقه الدوله بزياده 35%. ففي زيادات. ده بالنسبه للجزء التحرك الرقمي او المحاسبي للموازنه. فدي بعض الارقام اللي فيها زيادات. عظيم. ده من ناحيه. من ناحيه تانية بقى ده نص الكوبايه الفاضي بقى، يعني أيوة. نص الكوبايه ان في بعض من الزيادات. نص الكوبايه الفاضي ان الموازنه الى حد كبير موازنه مأزومه لان هي بتتكلم على هناك ايضا موازنه اقتصاديا لا تدل ان احنا بنتحرك بشكل مظبوط في فكره المسار الاقتصادي، لان الدوله بتنفق جزء متزايد جدا من استخداماتها على سداد الديون وفوائدها. يعني لو فانت شايفين ترى انه اغلب الفلوس اللي جايه لنا انت حطيت كده نسبه من كل 10 جنيه او حاجه بتتصرف على الدين وفوائده من الفلوس اللي بتدخل لك.
خليني احطها في حتتين. لو انا بتكلم دلوقتي، خلي بال حضرتك طبعا ان الضرائب فيها زياده كبيره جدا السنه دي، وهي لحد ما متناسبه مع زياده الناتج المحلي. يعني احنا الضرائب كانت تقديري 25 26 2 تريليون 80، تقديري 25 26 في الموازنه 2 تريليون 654 بزياده 27.5% في الحصيله الضريبيه. تمام. دي زياده. طيب، فالمشكله الاساسيه لما تيجي تاخد المجمل ده كله، الرقمين اللي حضرتك بتسال عليهم، اول حاجه لما ابص على الضرايب، يعني شوف الضرايب زادت زي ما واضح قدامنا كده، ان الضرايب زادت من حصيلتها من 2 تريليون ل 2 600. لكن اجي ابص على الاقساط بس، مش لما بتكلم على الفوائد، بتاعه مش اصل الدين، فوائدها بس. لا فوائده بس بالنسبه لهذه المتحصلات الضريبيه بتمثل من كل 10 جنيه ضريبه بندفعها، في حوالي 8 جنيه و70 قرش بيروحوا يسدوا فوائد ديون. من كل 10 جنيه. طبعا دخل الضرائب ده هو اعلى دخل بيخش للدوله المصريه، او من اعلى المداخيل يعني. فانت على بتقول الاطلاق يعني حتى نبص على ارقام الدخل الضريبي 2 تريليون 600، الفوائد 2 تريليون 300. فهي بتاكلها كلها، يعني دخل الضرائب كله فوائد بس كده، مش اصل الدين. لا الاصل اصلا ما بيخش في الموازنه، الاصل يبقى براها، بيخش في الاستخدامات. لا خد الكوبايه معاك بقى. ماشي. لا نصها المليان ولا نصها الفاضي. دي مشكله، لان هي نصها يعني نصها المليان هو النمو المحاسبي الطبيعي، اكبر موازنه في مصر، الكلام ده كله، ده شيء لطيف وده على قد القماشه الموجوده. نصها الفاضي ان الدين كابس عليها بشكل جامد جدا. فلو الرقم الثاني اللي حضرتك سالت عليه، اللي هو يتعلق ان من اجمالي الاستخدامات زي ما شايفين قدامنا كده، الجزء الخاص بالدين بينمو بشكل مستمر، اللي وصل ان هو تقريبا 65% من اجمالي استخدامات الموازنه. يعني ده بيتحرك من 43 ل 48 ل 62 ل 65. يعني هي الدوله مربوط عليها 65% من دخلها ديون وفوائد، والباقي بقى تصرف على بقيه على الحياه يعني. بالظبط كده. لكن فبينما ان الرقم الكبير بيوسع، لكن الديون قاعده بتاكل فينا سنه، ودي اشكاليه. يعني هنا احنا بس بنسلط الضوء على التحدي الاكبر في النموذج الاقتصادي نفسه. يعني الموضوع مش موضوع بس اعاده ترتيب اولويات الانتاج، لا، ان الاقتصاد نفسه مش قادر يولد فوايض ان هو يزق الدين ده لتحت. الدكتور محمد فؤاد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، دايما كده بتنورنا، وشكرا ليك. وبعتذر مره اخرى انا بحاول ابسط الامور قوي علشان انا عايز الناس تفهم ايه الحكايه وايه الموضوع. شكرا ليك فندم. شكرا يا فندم. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ارجوكم ابقوا معنا.